مساء الخير. موضوع النهاردة اللي هنتكلم فيه مع بعض بخصوص الفوتوشوب. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعمل عملية عزل لون واحد من الصورة ونخلي بقية الصورة كلها ابيض واسود. لما نطبق الشرح بتاعنا ونوصل للنتيجة النهائية هتفهموا انا قصدي ايه. هنروح للموضوع بتاعنا على طول وهنجيب صورة مثلا ولتكن الصورة ديت. الفكرة بتاعت الموضوع بتاعت النهاردة هي ايه بقى؟ ان احنا هنخلي الصورة كلها اللون اللي ظهر فيها هو اللون الاخضر بتاع السكارف اللي هي لابساه، وبقية الصورة كلها تبقى لونها ابيض واسود. طبعا الموضوع ده تقدر تطبقه على الصور بتاعتك، مش شرط اللون الاخضر، اي لون تاني، وهيديك نتائج غاية في الروعة. خلينا نروح نطبق الموضوع بتاعنا. هنعمله ازاي؟ هنختار من فوق كلمة select وبعد كده color range. هتفتح القائمة اللي قدامك، اتأكد ان هنا مفيش علامة صح قبل بس ما نطبق الموضوع، وهنبتدي نختار السكارف. هتقف على الصورة وتبتدي تختار السكارف زي ما انتم شايفين. لما ببتدي اختار هو بيختار في القائمة من على اليمين ديت. تقدر تضغط شيفت في الكيبورد وتبتدي تحدد، هتلاقي علامة زائد طلعت كده، وتبتدي تحدد تدوس على السكارف لحد ما تحس ان انت وصلت لنتائج مرضية. انا بتهيألي كده وصلت لنتائج مرضية للسكارف اللي هي لابساه او الشال اللي هي لابساه. ببتدي احط هنا علامة صح، وبعد كده بضغط على كلمة اوكي، وبعد كده باجي في الاصدار السي اس 6 ببتدي اختار البلاك اند وايت اللي هي الاختيار اللي انا واقف عليه دوت. اول ما اختاره زي ما انتم شايفين الصوره بتبتدي تبقى عامله ازاي. هو هنا ايه اللي حصل؟ ان هو ركز على اللون الاخضر بس وخلى بقيه الصوره كلها ابيض واسود زي ما انتم شايفين. طيب خلينا نشوف قبل ما اشتغلنا وبعد ما اشتغلنا. ديت الصوره قبل ما نشتغل عليها. زي ما انتم شايفين لون الشعر باين، لون البنطلون، لون اللي هي لابساه، لون الخلفيه البيضاء، كل حاجه. وديت الصوره بعد ما اشتغلنا عليها خلاها كلها ابيض واسود ما عدا السكارف او الشال اللي هي لابساه. دوت كان موضوع النهارده بكل بساطة. اتمنى ان هو يكون بسيط. طبق على الصور بتاعتك وهتوصل لنتائج غاية في الروعة. اعمل صور لاصحابك واعمل صورك وحطها بروفايل على الفيس واستمتع بالشكل الجمالي. طبعا مبدئيا نهائيا انا كده عندي 2 لاير او طبقتين، انا عاوز اخليهم صورة واحدة. هتقف على الصورة اللي تحت وهتعمل مارج فيسيبل، هتدمج الاتنين مع بعض، هتلاقي الاتنين طلعوا صورة واحدة، وهتبتدي تحفظهم عادي من فايل وبعد كده سيف از، وتبتدي تحفظ الصورة بتاعتك. اتمنى ان هو يكون الموضوع سهل وبسيط. مش شرط ان انت تطبق زي ما اتفقنا على اللون الاخضر، ممكن تطبق على اللون البينك. بس في كم ملحوظة انا عاوز اقولها لكم قبل ما نقفل الفيديو. يعني ان انت حاول تختار الالوان اللي هي يعني فيها تناقض. يعني هنا انا اخترت صورة فيها السكارف او الشال اللي هي لابساه اللون الاخضر فيها واضح، ما تجيش في صورة مثلا يبقى فيها كذا اخضر، لان انت لما هتيجي تختار هتلاقي الاخضر الباقي برضو في الصورة ابتدى يظهر معاك. حاول تختار الالوان الزاهيه اللي هي الاخضر، البينك، الاحمر. هي ديت اللي الطريقه فيها فعلا. يعني ما تجيش مثلا تطبق الطريقه ديت وتقول انا عاوز اظهر اللون الابيض، لا، لان انت المفروض الافتراضي بتاعك ان انت بتخلي الخلفيه كلها ابيض واسود، فمش هتبقى ظاهره قوي. لكن لما تخليها باللون الاخضر دوت هتبقى باينه معاك وشكلها جميل جدا. ما تنسوش تتابعونا على الصفحه بتاعتنا ديت على الفيسبوك. اتمنى ان انا اشوفكم معانا فيها، هي اللي هينزل فيها دروس الفيس والفوتوشوب والإنترنت والبرامج بشكل عام. ادخل على الفيسبوك ودور على الاسم الموجود قدامك دوت، واعمل لايك، ولو قدرت تعمل شير من السهم دوت وبعد كده كلمة شير، أكون طبعا شاكر ليك جدا. واستنونا في فيديوهات تانية خاصة بالفوتوشوب وبالفيس وبالبرامج وبالإنترنت بشكل عام. مع السلامة.